السلام عليكم، ازيكم حلوياتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. صباح المربى على عيونكم. النهارده ان شاء الله هنغسل البطانيه في الغساله البيبي الفريش ال4 كيلو. الغساله دي بيبي 4 كيلو، هنستناها تخلص الغسيل وهغسل فيها البطانيه. طب هتقولوا لي هغسل فيها البطانيه ازاي؟ ان شاء الله هنغسل فيها البطانيه وتطلع زي الفل باذن الله. قبل ما اغسل البطانيه هوزنها لكم برده عشان تعرفوا بطانيتي قد ايه. البطانيه اللي عندي 4 كيلو 485، يعني داخله على 4 كيلو ونص. تقيله مش خفيفه، تمام. بس هي وشين، يعني وش مديه كوفرته كده ووش بطانيه. هي طبعا كبيره جدا على الغساله 4 كيلو صغيره، يا دوبك بتاخد غيارين بغيارين زي ما انتوا شفتوا كده وهي بتغسل. ادي وش البطانيه اللي هو الشتوي، الوش البطانيه، والوش التاني كوفرته. يعني لو حابين تضغطوا بيها بطانيه في الجو الساقع ماشي، مفيش مشكله. الجو يعني مش مسقع قوي، انا بقلبها واتغطى بقى ايه باللي هي الجزء الكوفرته، يعني بتبقى حنينه شويه، بتبقاش بقى ايه حرانه كده. يعني في الجو اللي هو الخريفي ده بنتغطى بيها في الوش ده، والجو الشتوي بنتغطى بالوش اللي هو البطانيه. طب انت يا ست مجنونه هتحطي البطانيه دي كلها في الغساله الفريش ال4 كيلو؟ هنحطها في الغساله الفريش ال4 كيلو، بس هنحطها بطريقه معينه. هوريكم دلوقتي الطريقه اللي انا بغسل بيها. انا جايبه كرسي بلاستيك حاطه جنب الغساله، والغساله كده زي ما انتم شايفين قرب الحمام، يعني هي جنب الحمام، تمام. بحيث ان احنا لو حصلت بهدله في الارض ولا اي حاجه يبقى احنا بنسحب الميه على الحمام وخلاص. البطانيه بقى معايا ليها 4 كورنرات، يعني اللي هو الزاويه القايمه ده اللي هو الحرف بتاعها 4 حروف. باخد بقى الحرف اللي هو الزاويه وبنزل بقى جزء البطانيه ده كده في الغساله معايا، واحده واحده كده بتنزليه، وباقي البطانيه كلها قاعده على الكرسي بتاعك، تمام. الكرسي اللي احنا حاطينه جنب الغساله البطانيه قاعده عليه، ولازم يكون كرسي بلاستيك. بنزل بقى الجزء اللي هو الزاويه ده، الحرف، بس مش بنزل كتير، يعني يا دوبك هو الحته الحرف دي. وهنبتدي بقى نملى الغساله بالميه. تقدري كمان تغسلي بطانيه اكبر من دي او اصغر او كوفرتات بنفس الطريقه كده. هنفتح بقى الميه عليها. في ناس بتغسل البطانيات بتاعتها اخر الشتاء وبتشيلها نظيفه للشتاء اللي بعده، وفي ناس بتشيلها زي ما هي زي ما انا ما بعمل وبطلعها اغسلها يعني في اوائل الشتاء. يعني انا بحب الطريقه دي. هنحط بقى المسحوق بتاعنا، وزي ما انتم شايفين انا محطتش كتير، انا حطيت نص كوبايه بس لان الحله عندي صغيره، حله 4 كيلو، تمام. حله الغساله 4 كيلو فما بتاخدش ميه كتير، ما بتاخدش مسحوق كتير. طبعا انتوا عارفينها كتير منكم عنده زيها. انا عن نفسي بحب اغسل البطاطين واللحافه والكوفرتات والحاجات دي قبل الشتاء، يعني بحس ان هي بتبقى ريحتها حلوه ولسه نظيفه، غير ما تبقى مركونه، يعني اتركنت كذا شهر فبتحسوا ان هي ريحتها راحت كمكمت شويه، مش عارفه، يعني انا بحبها تبقى طازه كده طازه بطازه. المهم بصوا هي بتلف بقى، هي عماله تلف يمين مره يمين، هتلف بقى مره شمال. فانا بساعدها باي عصايه او اي حاجه طويله كده عشان اسند لها البطانيه عشان تعرف تلف كويس. زي ما انتم شايفين هي بتلف وعماله بقى بتغسل لي اللي هو الزاويه بتاعه البطانيه. طبعا البطانيه ليها 4 زوايا 4 كورنرات، فاحنا هنعمل ال4 هنعملهم واحده واحده ان شاء الله، ركن ركن كده مع بعض. لو وصلت لحد هنا من الفيديو حطي لايك وقولي لي انت بتحبي تغسلي البطاطين بتاعتك اخر الشتاء اللي عدى ولا اول الشتاء اللي لسه هيجي. بصوا انا بعد ما شغلت عليها بقى ربعتين ساعة، يعني ربع ساعة دورت الزرار بتاعها ربع ساعة، وقلت برضو زيادة كده امان عشان تبقى نظيفة وحلوة نعمل لها ربع ساعة كمان. يعني انا عملت نص ساعة، كل ركنر عملت له نص ساعة. بطلعها بقى كده اعصرها واحده واحده بالراحه، طبعا هي تقيله فواحده واحده كده بنعصرها، زي ما انتم شايفين طالعه ما شاء الله زي الفل اهي. فلازم اجيب بقى الزاويه او الركن اللي انا عملته واعلمه مش عرفني بقى انا عملت انه وسبت انه. هحط بقى مشبك في الزاويه دي، او ممكن اجيب استك من اساتك البنوته، لو عندك بنوته مثلا بتربط شعرها باساتك، تجيبي بقى استوكه كده ونروح رابطين البطانيه من الزاويه اللي احنا غسلناها، تمام، عشان ما اتلخبطش. هقعد اقول يا ترى انا غسلت دي ولا سبت دي ولا حطيت دي ولا ما حطيتش دي. لا احنا كده بقى في الامان، يبقى احنا طالما ربطناها وعلمناها يبقى احنا خلاص غسلناها.
على فكرة برضو البطانية هنا بتنزل معايا لون احمر، عشان محدش يقول لي برضو ان المية متوسخة ولا هي وسخة ولا مش نضيفة، لا ده لون. خلاص كده بقى ايه، هنقل على الايه الزاوية اللي وراها او الركن اللي وراها. خلاص احنا اتعلمنا. هنحط بقى ايه اللي وراها. بصوا اهي الزاوية بتاعتها اهي. هدخلها بقى في المية واحدة واحدة كده بالراحة. وعايزة اقولك برضو خلي بالك من المية ما تجيش على اللوحة بتاعت الزراير دي، برضو عشان الامان وعشان الكهرباء. وانتي بتشيلي وبتحطي برضو ايه ابقي شيلي الفيشة. انا دايما بعمل كده، يعني لو انا هحط ايدي في المية اشيل غسيل او احط غسيل ببقى دايما شايلة الفيشة. تمام، برضو انا خاف عليكي زي ما خاف على نفسي خاف عليكي. هنشغل بقى. بصوا هما بقى ايه الزاوية دي بقى هتقعد بقى تلف وتتغسل لوحدها كده مع نفسها. هنسيبها برضو نص ساعة على مهلها، كل واحد برضو ياخد حقه، معلش. مفيش ركن يجي على حق التاني، كل واحد ياخد النص ساعة بتاعته. احنا ما عندناش خيار وفقوس، كله شبه بعض. شايفاكي اللي محطيتيش اللايك لسه على فكرة. المهم بعد ما بقى ما بشيل وبحط بتبقى المية نقصت شوية، فانا ممكن ازودها شوية كده. انا بزودها برضو ايه من حنفية الحوض، حاطه الخرطوم بتاع الغسالة في حنفية الحوض وبزود كده ايه على قد ما انا محتاجة. تمام، حابة تزودي شوية صابون زودي، يعني حسب راحتك برضو، حسب ما انتي حابة. هي كده كده ما بتاخدش صابون كتير، يعني بدل ما كنتي بتغسليها في المغسلة برا وبتدفعي عليها فلوس كتير، لا هتغسليها بايه، بحبة صابون صغننين ما يجوش ب5 جنيه والله. يعني تخيلي غسلة بطانية 4 كيلو ونص بنص كوباية صابون، يعني ما تجيش ب5 جنيه. بصوا بقى بعد ما خلصت البطانية باخد بقى كل ركنين قصاد بعض كده مع بعض. يعني البطانية ايه تعتبر متطبقة على 4. هيفضل لي ايه، هيفضل لي الحتة اللي في النص طبعا ما اتغسلتش، احنا غسلنا ال4 اركان بتاعتها واتبقى الحتة اللي في النص اللي هي المشجرة اللي عند الورد دي. برضو تعالي اوضح لك على ورقة. لو فرضنا مثلا الورقة دي البطانية، بصوا ال4 اركان غسلناهم وعلمناهم، ادي العلامات اهو، وخلاص خلصنا ال4 اركان. بصوا ال4 اركان اتغسلوا لحد كده صح، نظروا في المية لحد كده. تمام، بطبق بقى البطانية بتاعتي على 4 كده، والركن اللي في النص ده اللي انتوا شايفينه اللي ظهر لي ده النص بتاع البطانية ده اللي ما اتغسلش. حلو، ده اللي بنزله في المية. طبعا انا عملت لكم الورقه دي لان البطانيه عندي نبيتي فغامقه فمش ظاهر منها حاجه، وهي اساسا مشجره. تمام، مش هتستوعبه، او في ناس استوعبت وفي ناس ما استوعبتش، فبرضو حبيت اوضح لك. تمام، بعد ما خلصنا بقى غسيل البطانيه الحمد لله ما بتاخدش يا دوبك على بعض ساعتين وبتكون اتغسلت وزي الفل. حطيت بقى البطانيه على الكرسي بعد ما عصرتها على قد، يعني مش لازم تعصريها قوي. دخليها الحمام، جريت الكرسي بقى دخلته الحمام، قعدت تصفي بقى الصابون بتاعها براحتها. وبعد كده بقى اعملي لها كرونات ميه وشطه فيها او بالرشاش. ولادك مثلا داخلين الحمام واديهم توصيه او اديهم اوردر، يا جماعه اللي يعدي على الحمام يدي البطانيه رشتين 3 هيفرحوا قوي وهيهيصوا ويزقططوا في قلب الميه. طبعا مفيش طريقه شطف يعني غير كده. هتقولي لي حط في البانيو، طب ما انت لو عندك بانيو كنت غسلتيها في البانيو من الاول. ما احنا عملنا الطريقه دي ليه؟ للناس اللي ما عندهاش بانيو، او الناس اللي غسلتها ما تاخدش بطانيه كبيره فبتضطر تبعتها المغسله بره، بترجع معفنه مش مغسوله حلو، وغير كده بتبقى ريحتها وحشه مكمكمه ومش متنشفه حلو، وفي نفس الوقت ايه برضو دفع فلوس كتير. فانت كده غسلتي بكيس اوكسي ب5 جنيه وزي الفل. بتسيبيها بقى بعد ما تشطفيها، بس اهم حاجه وانتي بتشطفيها بتقلبيها من فوق لتحت، يعني كل شويه بتقلبيها وتشطفيها بحيث ان ايه تبقى مشطوفه كويس. حلو، نشريها بقى بعد ما بتتصفى خالص من ميتها زي ما انتم شايفين زي الفل، هي نضيفه وزي الفل وجميله. بس انا عندي عيب واحد بس، ان انا ما شطفتهاش كويس، فهتلاقوا بصوا في صابون مغير لسه فيها. حلو، بس ما شاء الله جميله نضيفه ريحتها حلوه، غسلاها بايديكي عارفه انت عامله فيها ايه. وغسلناها على الغساله العاديه خالص. بصوا في الحته اهي دي اللي انا بقولكوا عليها مغيره من الصابون فما اتشطفتش كويس، فده عيب شطف. مش عيب غسيل، هي اتغسلت وزي الفل، العيب فيا انا في الشطف، انا تقريبا استعجلت عليها.
لو وصلتي بقى لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك عشان نرفع الفيديو ونفيد بيه غيرنا زي ما انتي استفدتي، برضو نفيد بيه اخواتنا وحبايبنا اللي حابين يغسلوا بطاطينهم. اكتبي لي في الكومنتات بتحبي تغسلي بطانيتك امتى، اخر الشتاء اللي عدى ولا اول الشتاء اللي جاي. بحبكم كتير كتير، يلا اشوفكم على خير في حلقات جاية كتير، والسلام عليكم.